مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشنا كتير يا اختي انتي وهي، بحبكم جدا جدا. لو اول مره تشوفنا ما تنساش تحط لنا لايك، تشتركوا عندنا، توصلونا لربع المليون. ده على اليوتيوب، القناه على اليوتيوب اسمها يا هبه ام زياد وهبه. وعلى الفيسبوك لا على هبة الفيسبوك سيد. هبه سيد على اسمي انا، هبه سيد بالعربي، هبه سيد بالانجليزي، وعلى اليوتيوب اسمها ام زياد هبه. اتفضلوا معانا النهارده يا اختي الفيديو بتاعنا، بس قبل ما تفضلوا تحطوا لايك. امانه عليكم، عاوزين الفيديو دوت يجي له 20,000 لايك، عاوزين لايكات كتير قوي 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 عشان اتحمس ونصور لكم فيديوهات كده في الشارع بقى، ونعمل تحديات ومقالب وحاجات حلوه كتير قوي قوي قوي. الفيديو النهارده يعني فيديو عادي، يعني اسكتوا يا بنت، فيديو زي ترفيهي، جايين نفطر معاكم ولا جايين نتعشى معاكم، يعني جايين ناكل معاكم كده اهوت. عاوزين لايكات يا رب يا رب يا اختي، تحطوا لايك يا اختي، ربنا يكرمك بحاجات كتير. اذا كنت بقى عارف بام بقى ربنا يكرمك، اذا في خناقه بينك وبين جوزك ربنا يا رب يصلح حالكم يا رب، اذا ابنك ولا بنتك في المدرسه ربنا ينجحهم بالذات يا رب، الثانويه العامه وثالثه اعدادي الشهادات يا رب ربنا ينجحهم يا رب، ويخلي لك عيالك زي البت دي كده اهوت. هناكل بقى ايه بقى النهارده؟ بص لصاحب متاخره، اتكلموا طب اتكلموا. الساعه 3 هي قلت اكل ساكه ولا؟ ايه قلت اكل ساكه ولا؟ 11 ونمت 2 الصبح. انا نايمه الساعه، يعني النهارده السبت اجازه مش مدرسه، هينزل لكم في ايام عاديه. صاحيه الساعه باين 4، بس نايمه الساعه 6 الصبح 7 الصبح عشان اجازه بقى، يعني ابرطع براحتي. فانا صحيت بقى، بعت الانسه هبه تجيب لنا فطير مشلتت ماشي، وتجيب لنا جبنه قديمه، قلنا نفطر بقى معاكم يعني كنوع يعني تغيير من الروتينات وخلاص كده. تعالوا اتفضلوا معانا، تعالوا جعانه. الطبق الجبنه القديمه ده ب 10 جنيه، اوكي؟ فجبنا طبق جبنه قديمه، وجبنا عسل اسود، انا عندي عسل ابيض بس انا مزاجي اكل عسل اسود، وجبنا فطير مشلتت. محمد بيعمل مونتاج الفيديو ماشي، فانا هديله يعني نص فطيرته بس يا هبه، بس يا هبه فطير مشلتت بقى. بصوا في الكيس اهوت، بصوا يا جدعان سخن اهو، مشلتت وجماله يا جماله يا جماله على راي زياد. بس انا عاوزه بتاعتي تسخن، ينفع تاخد نفس الميكرويف ولا كبير؟ سخن اعمليها على 30 ثانيه. اقعدي باش نقطع الفطير. بصوا يا جماعه الجبنه القديمه، الجبنه القديمه مش مدوده. روحي ولا لهم كده في الكاميرا انا بحلم القديمه بتاعتها فيها شويه تلالي. دي جبنه قديمه طعمها روعه بتاعتي. انت خلاص شوقت الناس. لو واحده حامل دلوقتي هتقعد تاكل في شفايفها وهي انا بقع بتقول انا عاوزه جبنه قديمه، انا عاوزه جبنه قديمه، صح يا لولي؟ احلى اكل ده على فكره الاكل الشعبي بتاعنا، الجبنه القديمه والفطير والعسل والحاجات ديت والطعميه والحاجات دي، اكلات جميله قوي. اتفضلي يعني. انا جايبه 3، جايبه فطارات، واحده لهبه وحبيبه، وواحده لزياد ومحمد، وواحده مش ليا انا طبعا مش هاكلها لان واحده كبيره عليا، هقسم نصها، اكل نصها، اكل ربعها، والنص الثاني احطه في الفريزر ادي اللي عاوزه يعني. ايه؟ نص ليك ونص نص ليه ونص لولي صح. اللي بتاعتكم خاطر منها حته. اتفضلوا معانا لقمه هنيه تكفي معيار لنا. الفيديوهات الجايه نصور لكم ايه؟ انا بفكر كده شويه مقالب هعملها بس مش فيك طبعا مين ده؟ طبعا مين ده؟ محمد دي بتاعتك انت وحبيبه، دي بتاعتك انت ومحمد، اديله نصها. حطينا العسل، مش حطينا العسل. الواحده كانت الاول ب 10 جنيه، النهارده هي بدات قالت لي ب 12 جنيه. ده اديها لمحمد. عارفه زمان في المدرسه هي بقى كنت بجيب العسل دوت اخرمه وامص الكيس وانا صغيره عشان كان عندي انيميا، فالدكتور كان بيقول لي شربي عسل اسود. ممكن بقى تحطي على الجبنه القديمه طحينه. يلا بتاعتك انت وهي اهي. تيجوا نلعب تحدي اللي هيخلص فطيرته اديله 10 جنيه. قولوا بسم الله، قولوا بسم الله، قول لهم اتفضلوا معانا. قولي يا ولا، انا حاسه ان في قطه اكلت لسان زياد وهو صغير. اتفضلوا معانا صح؟ معانا مش لغايه زي يا ولا. تسلم ايدك كمان حلو. تسلم يا محمد. محمد بيقول تسلم ايدك، هو بيعمل مونتاج الفيديو اللي هينزل لكم النهارده. انا كل يوم قلت اصور لكم فيديو بقى عشان نرجع زي الاول واحلى من الاول. واحلى من الاول. تليفون الارضي مش عاوز يجي، حطوا فيه العسل ده. وعاوزه ارجع اعمل لايفات زي الاول على الفيسبوك كتير، فانا بس يا بابا مش عارفه اعمل لايفات زي الاول على الفيسبوك. لما باجي اعمل لايف في الفيسبوك اخد التليفون بتاعي جوه في المطبخ، مفيش نت عندي هوائي فبيكون ضعيف جدا. فانا فكرت المنطقه بتاعتنا كلها ما فيهاش نت، كلهم راوتر هوائي. عاوزه عسل؟ خدش. مش عاوزه؟ جربتوا تاكلوا عسل جبنه قديمه على عسل؟ ما بحب اعمل كده. نجرب.
في اكلات ساعات بنعملها غلط. يعني انا ساعات كنت وانا صغيره بعمل سندوتش حلاوه بالموز. مصيبه. اه والله. اه والله كنت بجيب حلاوه بحطها في الفينو واحط عليها موز. كان طعمها حلو. طب قولوا لنا اكلات انتوا جربتوها انا بحب طعمها بيبقى لذيذ. يعني ساعات كنت بعمل بلح بالطحينه. انا بحب الجبنه بالعسل. طب والله العظيم يا جدعان انا جربت الخيار بالسكر طعمه روعه. طعمه عامل زي البطيخ. واحده على التيك توك قالت لي جربيها تعمل طعمه حلو. ما تقوليش طعمه وحش. في خيار جوه هقوم اعمله له في الهوا. والله طعم الخيار بالسكر. قولوا لنا اكلات انتوا بتعملوها على بعضها ممكن ما حدش يتخيلها انها حلوه بس تطلع طعمها حلو. قولوا لنا بقى. جبنه بالمربى. امم ماما جيب جبنه مثلثات تحط عليها عسل ابيض. انا يبقى طعمها حلو. انا بقول لكم كنت بعمل وانا صغيره. طب اكلتوا الكاس سندوتشات محشي؟ انا اكلت سندوتشات مكرونه. خش هات معروف. لا عندنا في منطقتنا زمان كان في محل مش محل عربيه مكرونه بيعمل سندوتشات مكرونه. السندوتش كان بربع جنيه. اه والله. بعد ما اتجوزت بقيت انا اعمله سندوتشات انا في البيت. اه والله. منكم اه والله. متعرفين؟ تفيت من وش كشري. انا بحب اعمل سندوتشات كشري بس لما اكون جعانه او ميته بقى من الجوع اجيب علبه الكشري اعملها شطه زيت واروح اعمل سندوتش كشري بس العيش يكون حلو سخن وديها يا سلام. بعد ما اخلص كوبايه شاي ساده صعيدي تقيله. الطماطم بالسكر. الطماطم بالسكر حتى طعم زي الفراوله. انا جربتها على تيك توك. انا بتعمل كده. ساعات بعمل الفطير ده بالشيبسي. اه وانا صغيره في المدرسه كنت اجيب فطيره انت بتاعتك اهي كل مني عادي خديها ولا هاتي كنت ساعات اجيب فطير من هنا فطير من المدرسه الفطيره كانت بنص جنيه ولا حاجه كان بربع جنيه واجيب كيس شيبسي كان بربع جنيه الشيبسي. لا انت عارفه ايه بتاكل شيبسي كان بجنيه والله العظيم. كنت موجود ساعتها شيبسي بجنيه؟ ب 3 جنيه. اكيد واجيب كيس شيبسي واعمل فطير بالشيبسي. جبت اللي خلاص وانا صغير. نظام حلو. هو الشيبسي ابو جنيه اتلغى صح؟ مش عارفه. لا عند محمد. اقسم بالله. محل احمد. هنا احمد طه احمد طه من اولادي يا ابو طه يا اختي. جدعان مش عارفه اكل من البنايه دي. عارفين وانا باكل الفطير دلوقتي افتكرت بالصعيد. بالصعيد لاني انا رحت سافرت الصعيد قبل كده قعدت هناك بتاع شهر. اهل مرات ابويا من الصعيد الصراحه يا جدعان يعني اهل الصعيد دول اهل الكرم واهل الاحترام واهل الرجوليه واهل الخير. يعني تخش اي بيت لازم تاكلي عندهم لازم اجباري يا اختي. مفيش ان انت تروحي تزوري زمان بقى ما عادش دلوقتي الدنيا بس اكيد زي زمان من دلوقتي. فلما نيجي نخش عند اي بيت لازم لو الصبح نفطر وفطير بس الفطير بقى اللي هم عاملينه عندهم اللي هو العجينه بقى وبالسمنه البلدي او بالزبده الفلاحي فطير بقى مش دوت احنا عندنا جايبينه من بتاع الكسكسي. وتطلعي من البيت لازم تطلعي من عنده شبعانه تاكلي بقى فراخ بطاطس فروج حمام. فروجه. لا ما كانوش بيعملوا حمام. فروجه يعني فراخ فروجه يعني فراخ. الصراحه بقى الفطير ده فكرني بقى احنا في الصعيد كنا نروح ناكل كده بقى فطير الصبح فطير سخن كده اهو كانوا يعملوه طازه ناكل بقى بالعسل الاسود والعسل الابيض احلى عسل بقى تجيبيه من الصعيد. الجبنه القديمه بقى وندي بقى يا سلام ايام كانت لذيذه. تيجي معايا في عيدها. انت فاهم؟ انا صغير زي الناس يجي السعوديه. طب روح الصعيد الاول. الفرق بين الصعيد والسعوديه. اكيد جميل. وكل سوشي. زياد نفسه ياكل سوشي. فاي حد عارف محل في وسط البلد بيعمل سوشي يكون حلو فاكتب لنا عنوانه. يعني مش عنوان يقول لي مثلا في محل كذا يا مزاد هنا عشان نروح ناكل انا وهو. عاوز اكل سوشي بقاله كتير. وانا نفسي اكل سوشي برضه. نفسي اكل حمام. نفسي اكل مكرونه بشاميل. في اكلات كتير ضربه في دماغي. باذن الله بس كده يا زياد انا عارف لما اقبض واجيب ثلاجه نبقى بقى نظبط الدنيا. ادعي لي بقى ربنا ماما يكرمك. خايفه تجيب اكل كتير. خايفه والله. تحطه فين؟ تحطه على الفريزر. ما بحبش اطلب حاجه من حد. وانا يعني الخلاط بتاعي باظ بالمناسبه يعني باظ. فحاجه بتقول لي تعالي نسلق الطماطم عند جارتنا اللي فوق. قلت لها لا. جبت برطمان صلصه وعملت فيه الاكل على ما اصلحها. واحد اهو
عسل؟ حتة عسل. عسل يا لولا من ايدها. دي كده ده فطار مع غدا مع عشاء. فهمتوا حاجة؟ محلو محدق. فهمتوا حاجة؟ محلو محدق. اه محلو محدق. لازم تبقى لو دقت فطير السعيد او فطير اللي هو معمول من السمنة البلدي نوع. نقطة كده. بس تحس السمنة بتنزل ايه؟ أصلا كمان ما يدوكم كده. يا حبيبتي انت بتحب الفطير بقى تلاقي الفطير بيسيح السمنة بلدي. جميل. وسخن. يوسف. زي بيقول لكم كلتوا قبل كده سمنة بالسكر بالعيش؟ لا دي معروفة. كان ابويا بيعملها لنا الله يمسيه بالخير. هنعمل ايه؟ لما كنا جعانين عملنا سندوتشات عيش بسمنة سكر. او ده وسكر. ليه؟ توجع السنان. لما اكبر دي مثال. لما اكبر حتى. بصي بقى. لسه بادي بصي بقى. هلا. انا بحب حاجه. ممكن ما يبقوش حبوب. عملت الملك. بس انا زمان كنت بحب وانا برضه زمان كنت بحب السمك. دلوقتي بحبه. ليه؟ هي ايه زي؟ البصارة؟ يا لهوي يا جدعان انا بيقولوا ما بحبش البصارة. دلوقتي بتحبها؟ انتوا عارفين بقى اللي قديم عملت بصارة؟ ايه مرة واحدة عملت بصارة ومرة واحدة عملت كابوريا ومرة واحدة عملت الأرانب. بس الكلام ده من 10 سنين. هناك مش انا لا في الشارع القديمة. قعدت هناك لا في الشارع القديمة عمر الكابوريا؟ لا انا ايوه عملتها بس ما كانتش كتيرة. شوراها على كتير نسيت صدق. كنت بس كانوا 3 كابوريات بس ومعاهم سي فود. بص جميلة ده كده ممكن لا بس تبقى بتاعتكم بقى. انا اخر مره عملت فيها البصاره في الشارع القديمه لما عملنا المحشي على التيك توك. يا نهار ابيض ما كانتش بصدق كانت كشك. اه اخر مره عملت بصدق من 10 سنين اساسا يعني. و15 كشك حلو. كشك اللي هو كشك الالماس يا جدعان بحبه. بتحبوا الكشك الصعيدي؟ ما عرفوش. اللي هو الكشك بتاع دوت ولا بتحبوا الكشك بتاع اللي بتعمل بالرز دوت؟ طعمه حلو. لا بحب المصري. بس مش بتحب الصعيدي الكشك الصعيدي ايه جامد شويه عاوز تبقى بس هو حلو مش وحش. اخير بيقول لكم عاوز اكل محشي بيقولوا انا عملت فيه الشوكولاته معاها. بيقول لكم انا لما كنت لسه والده لولي بقالي شهر قمت عملت لهم محشي بتنجان وفلفل وكوسه وكرنب وورق عنب وعملت لهم كشك وعملت لهم ملوخيه وعملت لهم بط ووز وحمام. كنت بصراحه عامله لهم وليمه يعني كنت عامله لهم الصلاه بتاعتي من هنا لهنا كلها اكل. مش معقول حاجه من ياكل. كنت لسه والده لولي بقى يا جدعان وعندي حماس بقى انا اعمل كل حاجه وعملت الجلاش ورقاق عملت كميه اكل كتير قوي. كنت عامله 6 حلل محشي بسنجان وفلفل وكوسه وكرنب وورق عنب كل انواع المحشي كنت عاملاها وفراخ وبانيه كنت ظبطتها في الاخر تظبيطها. ماما عامله حله محشي الاسود حله محشي الابيض وحله اللي هو التاني. كنت عامله لهم عزومه جامده يا جدعان كنت لسه والده وفرحت انا حد ده ما كنتش عازمنا حد كنت انا عامله لهم الاكل كنت لسه والده وفرحت انا قمت بالسلامه فيعني قلت ان انا ابسطهم بقى. بس المكان بقى مش عارفه منهم كتير. لا ليه يا قلبي؟ ما اكلتش منهم. انا ما اكلتش كنت لسه والده فكنت مش لسه والده كان بقالي شهر بس ما كنتش عاوزه اكل كنت عاوزه ان انا افرح العيال اللي انا قمت بالسلامه اللي انا عملت اكل بقى وقدرت اقف على رجلي عشان وانا حامل ما كنتش بقدر اقف على رجلي كنت تعبانه فالحمد لله ان انا قدرت اقف على رجلي من جديد اهي بقالي 2 سنين والده اهو يعني حماس سقفين يا بنت. وكده بقى خلاص كلنا ده كده فيديو يعني هزار وتسالي معاكم عشان نزق يعني كده نشتغل شويه يعني نقفل بقى الفيديو. لا عشان نقوم نغسل ايدنا ونعمل كوبايتين شاي تقال كده وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص وكان معاكم مول زاد وهبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.